مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والمقاومة في لبنان، نتناول الآن ورقة مضيق هرمز التي منحت إيران ثقلا نوعيا في معادلات القوة التي تحكم الحرب، وهي تؤلم أمريكا بشدة، مما يضع واشنطن أمام خيار صعب. فإدارة الحرب ستستمر وفق إيقاع طويل ومعادلة التوازن في الألم كأحد أدوات الردع الفعالة. فالقدرة الإيرانية على الصمود والمواجهة، مدعومة بالجغرافيا المستعصية والشعب المقاوم، تشكل عاملا حاسما في إطالة أمد الحرب ورفع كلفتها على الأمريكي والإسرائيلي. أما الإسرائيلي ومعه بعض دول الخليج يضغطون من أجل مواصلة الحرب ودفعها لمستويات تصعيد إضافية، مما يربك الأمريكي ويضعه أمام مأزق إما الانخراط الكامل والمخاطرة بحرب إقليمية واسعة وحرب استنزاف طويلة، وإما كبحث اندفاع وتحمل تداعياتها على صورة الردع لديه ولدى حليفه الإسرائيلي. فمهما حاولت دول الخليج أن تنفض يدها من هذه الحرب، فهي شريكة عميقة فيها لوجستيا واستراتيجيا وتاريخيا، فقد مولت كل الحروب السابقة التي شنت على إيران وعلى محور المقاومة، وتتمنى أن تستيقظ لترى هذا النظام قد اختفى. أما بخصوص مساعي مصر، تركيا، باكستان، روسيا والصين، قد تشكل مدخلا لإيجاد مخرج دبلوماسي، لكن فعاليتها مرهونة بموازين القوى على الأرض وبالإرادة الأمريكية.